بص انا مش عدوك، بس انا هديك كام نصيحه كده تستخدمهم قبل ما تلعب باتل فيلد. في عندك حاجه اسمها كلاس، الكلاسات دي كل حاجه بتعمل حاجه. قبل لما تختار كلاس معين اعرف هو بيعمل ايه الاول. يعني انت عندك مثلا الاسولت، ما ينفعش تنزل بكلاس الاسولت من غير ما تحط لنا سلم. ما تحط لنا سلم يا اسطى، يعني خلينا نطلع فوق ناخد انجل عليهم نجيبهم كلهم. ايه المشكله؟ هتتاذي في ايه لو دوست على رقم 4 هتحط لنا السلم؟ صح، السلم ب4 صح. ولو هتلعب بكلاس الانجينير فانت لازم طول الوقت تمشي ترمي ماينز في الارض وتلزق جنب اي دبابه تصلحها. يعني هو دي شغلانتك الاساسيه، مش شغلانتك الاساسيه ان انت تجيب كلات، انك ترمي ماينز في الارض تفجر الدبابات اللي قدامنا تصلح الدبابات اللي معاك. احنا مبسوطين، انت مبسوط، كله تمام ماشي. ولو انت هتلعب سبورت دايما لازم تفضل ترمي لنا ميد كت. طول ما انت ماشي ترمي ميد كت، تمشي تلاقي في حد ميت اهو ما تسيبوش يموت. يعني التكت ديره وراحت انت اللي هتلبس في الاخر، روح تك 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 صحيح، مش هتخسر حاجه والله. كون فلو هتلعب ريكون انت برنس ما عنديش حاجه اقولها لك يعني. وحاجه مهمه، لما تيجي تموت في اللعبه بالله عليك ما تموتش. التيكت اللي بنخسرها دي مش هنعرف نجيبها تاني. اقعد شويه، ممكن حد يجي من السبورت يرفك عادي جدا، لكن ما تموتش وتضيع علينا تيكت على الفاضي. يعني ليه؟ انا لما بنزل بميديك وبفضل اجري ورا الناس علشان صحيح ببقى خلاص ما بيني وما بينه خطوه لسه صحيح، يقوم قاتل نفسه، خسرنا تيكت على الفاضي. ما تعملش كده تاني ماشي.